فيه ومهنية. وهذه مسألة مهمة جدا للغاية. تمام. الحاجة الثانية انه هذه المؤسسة العسكرية على رأسها قائد، ما هوش مش بيروقراط، مش قائد بيروقراطي، شايف انه هو انه المسألة ضبط وربط، وانه تبقى البيادة بتاعت العسكري نظيفة، وانه دقنه محلوقة ولابس اللبس بتاعه ازاي، او حتى الجوانب العسكرية والعملياتية، السلاح قوة النيران بتاعته ايه ولا بتاع، وانما ينظر الى المهمة المؤسسة العسكرية، ينظر اليها من الرؤية الاستراتيجية والثوابت الوطنية. فالكلام اللي قاله الفريق السيسي، عندنا قائد مش قائد عسكري ميداني، وانما قائد استراتيجي. باصص لمهمة، عارف انه مهمة الحرب كون نفسه عقيدة، انه فيه ان الموضوع ما هواش مش صفا انتباه، مش صفا وانتباه، اكتر من كده بكتير قوي. كويس. ده في حاجة اسمها ثوابت وطنية، وفي حاجة اسمها شعب، وفي حاجة اسمها علاقة بين السياسة والمؤسسة العسكرية تبقى شكلها ايه. كل ديت مسائل ابعاد جديدة. كويس. ولهذا على طول النتيجة لده هنلاقي انه شوف احنا مش بس في مربع السياسة هنا، الشعب المصري كله يكاد يكون لا يتفق على شيء ولا على شخص، انما هنلاقي ان احنا قدام حدث استثنائي جدا، ان كلنا سواء هنا على هذه المائدة ولا في الشارع هتلاقي المصريين في ما يشبه الإجماع على يعني الأمل في هذه المؤسسة العسكرية والتعويل والحرص عليها واحترام قائدها. تمام. ديت هتلاقي إنه في إجماع، شبه إجماع، مش شبه إجماع، إجماع في الحقيقة. الحاجة الرابعة إنه الفريق السيسي في الكلام بتاعه الحقيقة وجه عدد من الرسائل إلى كل الأطراف، مش لطرف واحد، ورسائل مصاغة صياغة جيدة ودقيقة، سواء فيما يتعلق بالحرص المؤسسة العسكرية على عدم التدخل في السياسة، الحرص وتشجيع المؤسسة العسكرية باعتبارها مؤسسة وطنية على الحفظ، إنه أحسن وسيلة لحفظ الأمن والسلم الأهلي هو الديمقراطية وانتخابات نزيهة. صحيح. الحاجة الثالثة إنه في نفس الوقت بلغ رسالة مهمة، قال لك ما تفتكروش إن القوات المسلحة والجيش المصري هيفضل مكتوف الأيدي والوطن بينهار. هنا احنا قدام رسائل، في تعبيرات أخرى بس يعني مش طبعا احنا قدام رسائل واضحة ومحددة. مش عاوز أكرر الكلام اللي اتقال، بس بقول انه في الاخر زي ما النهارده السيسي والجيش المصري عملوا تفتيش حرب، الطبقه السياسيه تحتاج الى انها تعمل تفتيش سلمي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. او تفتيش حرب.